نفسيا. إذا أنت جالس لك بزواج، جالس بجنبك واحد ما يسولف، أو يا طويل العمر تشوف لك واحد متضايق متكدر، وغالبا تستخدم مع كبار السن. إذا تبغى واحد يكون سعيد ويبدأ يسولف، تعرف ايش تسوي له؟ تعرفون شلون؟ ابدأ يا طويل العمر انبش وشغل ذكرياته الزينة. ابدأ اسأله عن ذكرياته الزينة، اسأله عن ذكرياته الزينة، وشوف شلون ينطلق ويمكن يسمعك أشياء أنت ما كنت تعرفها. لكن ليش؟ لأنه لو كان متضايق وبديت أنت طول الوقت تسولف له عن ماضيها الزين، يبدأ يتذكر، وهرمون السعادة يبدأ وشو يرتفع معه، يرتفع لين يا طول العمر يمكنك بالأخير ما تقدر تسكته. وغالبا استخدمها مع كبار السن، غالبا إيه، مع أمك، مع أبوك، مع أي واحد كبير بالسن، مع خويك أنت وياه بسفرة بجلسة، وغير أنت وياه وتبيه هو يسولف أنت ما بحالك تسولف، بس أنت يا طويل العمر ذكرياته الزين وشوف شو. والعكس، العكس إذا في واحد غاثك وتبي تغثه، بس ابدأ انبش ماضيها العفن واسأله عن ماضيها العفن. شوف حتى لو كان مبسوط تلقاه يا طويل العمر الأمبير ينزل. المفروض إني ما أقولها، لكن هذه نفسيا. إذا تبي تغث لك واحد بس اسأله عن ماضيها العفن وشوف شلون يمكن يتضارب معك. لكن غالبا لا تستخدمونها غير مع كبار السن، خاصة أبوك وأمك. اسألهم عن ماضيهم الزين وشوف كيف يبدأ يتكلم ويستانس، ولا يستانس عليك أنت، ويدورك في كل يوم ينتظرك. ليش؟ لأنك فهمته وبديت تسولف عن الأشياء اللي تبسطه. وسلامتكم. اليوم سافرنا الأملج، عندنا عشاء، وإن شاء الله بكرة بعد معزومين الديرة الثانية، بكرة إن شاء الله.